يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في زوايا مخفية من العالم ده في حاجات لو سمعتها هتقول ده مجرد خيال. النهاردة هنشوف مع بعض إزاي اللبن في الهند بيتم اختباره بالإيد قبل ما يتباع في مشهد يقفل أي حد. ومنها هنطير للصين عشان نمشي على كوبري إزاز شفاف يخلي قلبك يقع في رجليك. ومش بس كده، ده احنا هنشوف التوأم اللي بيتحدوا المستحيل قدام العالم كله. وفي الآخر هنشوف صيادين قلوبهم حديد بيصطادوا وحوش طالعة من المية. ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه دلوقتي مش هتشوفه في مكان تاني. ويلا بينا. تعال بقى أوريك المشهد اللي لو شفته مستحيل تشرب لبن تاني طول حياتك. النهاردة إحنا في الهند، المكان اللي بيبيعوا فيه اللبن بطريقة تشل التفكير. عشان تشتري اللبن هناك لازم الأول يلعبوا فيه، واللي هيصدمك هنا إن الطريقة دي وراها تجارة بمليارات. في الهند في أكتر من 70% من اللبن بيتباع في أسواق مفتوحة زي دي، وبما إن ما عندهمش أجهزة قياس في الشارع فالإيد هي الميزان والمعمل الوحيد اللي بيثقوا فيه. يعني من الآخر هم بيشتروا بالبركة واللمسة هي الضمان. فلو كنت فاكر إن نظافة المحلات عندنا فيها كلام، احمد ربنا إن محدش بيحط إيده في كوبايتك قبل ما تشربها. سيبك من سوق اللبن وتعال نطلع للسحاب نشوف الرعب الحقيقي. لو انت بقى قلبك ضعيف او بتخاف من المرتفعات فالفيديو ده مش ليك خالص. تعال بقى شوف الصين عملت ايه. ايوه يا سيدي، اللي انت شايفه ده واحد من اخطر واجمل الجسور في العالم، كوبري مصنوع بالكامل من الازاز الشفاف. واللي هيصدمك هنا ان الجسر ده طوله بيوصل ل 430 متر ومعلق على ارتفاع 300 متر فوق وادي سحيق. الصين افتتحت التحفة المعمارية دي في سنة 2016، ومن وقتها وهي بقت قبلة للسياح من كل مكان في العالم. وعلى فكرة يا سيدي ما تقلقش، الإزاز ده متصمم عشان يشيل أوزان خيالية ومقاوم للرياح والظروف الصعبة. قول لي بقى، لو قدامك الفرصة تقدر تمشي عليه وتصور سيلفي ولا هترجع في كلامك؟ سيبك بقى من الصين وتعال نشوف أغرب أطفال في العالم. تعال بقى أوريك أغرب توأم في العالم. والتوأم اللي معانا النهاردة موجود في الفلبين، ولكن مولود بحالة نادرة جدا. التوأم ده مولود بالتصاق، مش في الإيد ولا الرجل، دول دماغهم واحدة. والمعلومة هنا إن الحالة دي علميا اسمها كرينيوبيجاس توينز، ودي من أندر الحالات في العالم، لدرجة إنها بتحصل مرة واحدة بس في كل 2.5 مليون ولادة. والعملية بتاعتهم بتعتبر من أصعب العمليات الجراحية في التاريخ، لأنهم بيضطروا يفصلوا شرايين وأوردة مشتركة في المخ بمنتهى الدقة. وهم حاليا في السعودية عشان يعملوا العملية دي، والدكاترة هناك بيحاولوا يعملوا المستحيل عشان يرجعوا لكل طفلة فيهم حياتها المستقلة. سيبك بقى من البشر وتعال نشوف وحوش المية. لو انت بقى فاكر ان صيد السمك حاجة سهلة، فتعال شوف الناس اللي بتصطاد وحوش من المية. ايوه يا سيدي، الراجل اللي معانا النهاردة بيقدر يصطاد سمك غير اللي احنا بنعرفه. يعني كلنا عارفين القراميط اللي موجودة عندنا في مصر، ولكن الراجل ده بيصطاد قراميط ضخمة جدا. واللي هيجننك هنا ان النوع ده من السمك اسمه ويلز كاتفيش، وده بيعتبر من اشرس واكبر اسماك المياه العذبة في العالم، وعنده قوة سحب مرعبة لدرجة انه ممكن يشد مركب بحاله وراه. يعني الصيد هنا مش محتاج سنارة، ده محتاج قلب حديد وعضلات تشيل الوحش ده. يعني سمكة زي دي ممكن تاكل بلد بحالها. سيبك بقى من وحوش المية وتعال نشوف الناس اللي بتلعب مع التعابين. لو انت بقى بتخاف من التعابين فتعال شوف الناس اللي بتلعب معاها. ايوه يا سيدي، في ناس بتمسك التعابين عادي جدا وكمان بتربيها، وبيقولك ان الناس دي بيسموها بالحاوي علشان بتقدر تتحكم في التعبان من غير ما يأذيها. واللي هيصدمك هنا ان سر الحاوي ده مش بس في الشجاعة، ده في فهمه الحاجة اسمها جايكوبسونز أورجن، وده عضو عند التعبان بيخليه يشم ويحس باللي حواليه. والحاوي الشاطر بيعرف يسيطر على حواس التعبان ده ويخليه في حالة سكون تامة. يعني هو مش مجرد لعب، ده فن وسيطرة على أعصاب وحش ممكن ينهي حياتك في ثانية. سيبك من التعابين وتعال نشوف أغرب سلالات مواشي في العالم. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب سلالات المواشي اللي موجودة في العالم، واللي بيسموها المعزة أبو شنطة. أيوة يا سيدي، المعزة اللي قدامك دي شكلها مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. وعلى فكرة يا سيدي، السلالة دي اسمها العلمي هو سلالة الديل الدهني، فات تيلد شيب. ده مش مجرد شكل، ده مخزن دهون طبيعي ربنا خلقه لها عشان يوفر لها الطاقة في البيئات الصعبة والجافة، بالظبط زي فكرة السنان عند الجمل. والسلالات دي بتعتبر ثروة حقيقية في بلاد زي باكستان وأفغانستان. تعال بقى أوريك الراجل اللي غلب الشيطان بتفكيره. تخيل عشان يفك زنقة فلوس راح المدافن وطلع جثة أخوه وطلع بيها على البنك.
أيوة يا سيدي، زي ما بقولك كده، راح المدافن وطلع أخوه وشاله على كتافه ووداه للبنك المركزي الهندي. واللي هيصدمك إن الحكاية دي حصلت فعلا في ولاية أوتار براديش. صاحبنا ده كان محتاج يفك زنقته بقرشين من حساب أخوه اللي مات، بس الموظفين ركبوا دماغهم وصمموا يشوفوا صاحب الحساب بنفسه. الراجل من غلبه ما لقاش حل غير إنه يروح المدافن ويجيب جثة أخوه ويحدفها قدامهم في نص البنك عشان يقول لهم آدي صاحب الحساب أهو. سيبك بقى من البنوك وتعال نشوف شغلانة بتهد في حيل. لو انت بقى مش عاجبك شغلك وبتقول عليه متعب، تعال اوريك شغلانة في الهند تقسم الظهر حرفيا. الشغلانة دي بيسموها الشيال. الشيال ده يا سيدي مكانه بيبقى عند المعابد في الجبال، بس الغريب انه مش بيشيل بضاعة ولا شنط، ده بيشيل بني ادمين. والمعلومة هنا ان الناس دي ما بيشيلوش الوزن ده على كتافهم زي ما احنا فاكرين، لا، ده بيربطوا الحمل كله بحبل حوالين عضلات الرقبة. تخيل بني ادم شايل اكتر من 70 كيلو بجمجمة راسه وطالع بيهم منحدرات جبلية تخلي الركب تخبط في بعضها. الناس دي رقبتها من كتر الشغل والتحميل بقت زي عروق الحديد. سيبك بقى من الشيل وتعال نشوف العلاج بالنيتروجين. لو انت بقى بتحب العلاج الطبيعي، فتعال اوريك النهارده علاج النيتروجين اللي بيجمد جسمك او بيعمل لك زي التلج. ايوه يا سيدي، العلاج اللي معانا النهارده بيسموه علاج التلج. واللي هيجننك بقى ان الجسم في درجة الحرارة دي بيحس انه بيموت فعلا، فبيعمل خطة طوارئ سريعة ويضخ كل الدم للأعضاء الحيوية عشان يحميها. وده اللي بيخلي الحرق في جسمك يوصل للسما ويديك طاقة جبارة أول ما تخرج. يعني انت حرفيا بتجمد نفسك دقيقتين عشان ترجع شباب من تاني. بس طبعا لو زودت ثانية واحدة زيادة ممكن تتحول لتمثال تلج وتتكسر 100 حتة. سيبك بقى من التلج وتعال نشوف اللي بيلعبوا في العالي. تعال بقى أوريك أصعب مهنة ممكن يشتغل فيها أي حد. والمهنة اللي معانا النهاردة يا سيدي هي مهنة مسح الزجاج. انت ممكن تشوفها سهلة، بس هي في الحقيقة مهنة صعبة جدا وبتحتاج قلب ميت. والمعلومة هنا إن الناس دي في الارتفاعات المرعبة دي بيقابلوا عدو غدار ملوش أمان، وهو الهواء. الضغط فوق بيبقى شديد لدرجة إن الريح ممكن تخلي المنصة تتمرجح بيهم، وعشان كده لازم يثبتوا نفسهم بشفاطات يدوية في الإزاز عشان جسمهم ما يتخبطش في المبنى ويتبهدلوا. والأغرب من كل ده إنهم في اللحظة دي بيعتمدوا على قوة أعصابهم وبس، لأن أي حركة غلط أو توتر ممكن يخليه يفقد توازنه في ثانية. سيبك بقى من المرتفعات وتعال نشوف جنان سباق القرود. تعال بقى أوريك لعبة تقدر تلعبها أنت وأصحابك لو قلبك جامد. اللعبة دي بتعتمد على الأعصاب، لأنك بتطلع على خشب مدهون بمادة سايلة بتزحلق زي الصابون. واللي هيجننك بقى إن اللعبة دي مش محتاجة عضلات على قد ما محتاجة ثبات انفعالي، لأن المادة اللي مدهونة دي بتخليك تحس إنك ماشي على قشر بيض مش خشب. واللقطة الصعبة بجد هي القفشة الأخيرة، لأن اللي بيوصل فوق لازم يتحول لخطاف بشري ويشيل حمل الفريق كله على كتافه. يعني لو صاحبك اللي فوق ده الضحكة غلبته في عز الجد، السلم ده كله هيتفك زي مذبحة واتقطعت وهتتزحلقوا زحلقة العمر. سيبك بقى من اللعب وتعال نشوف قرود البابون. تعال بقى أوريك واحد من أذكى وأشرس أنواع القرود في العالم، وهو قرد البابون. القرود دي مش زي اللي بتشوفها في الأفلام بتلعب وتتنطط بس، دي عندها نظام اجتماعي صارم جدا، وبيعيشوا في مجموعات كبيرة ممكن توصل ل 300 قرد مع بعض. والمعلومة هنا إن أنياب القرد ده ممكن توصل ل5 سنتيمتر، يعني حرفيا أطول من أنياب الأسد. والبابون ما بيكتفيش إنه يخوفك وبس، ده ممكن يهاجم البشر بقلب ميت لو حس إنك بتهدد منطقته، أو حتى لو معاك كيس شيبسي في إيدك. ده في أماكن تانية بيتعاملوا كأنهم عصابة منظمة، يثبتوا العربيات ويفتحوا الأبواب بذكاء غريب عشان يسرقوا اللي جواها. وبس كده يا سيدي، خلصنا الحكاية النهاردة. لو عجبتك الرحلة دي ما تنساش تدوس اللايك المتين وتقول لنا رأيك في التعليقات، وأهم حاجة اشترك في القناة عشان اللي جاي أغرب بكتير. سلام.